مساء الفل يا شباب، عاملين ايه؟ طيب الخبر الاول معانا هو تصريحات صلاح. طيب خلينا الاول نتكلم على تصريحات صلاح، هي عباره عن ايه؟ الراجل طلع بعد الماتش، راح قال لما سالوه على ان منتخب مصر مرشح للبطوله وكده، الراجل قال لهم بكل صراحه منتخب مصر مش مرشح اصلا، مش من المرشحين ان هم ياخدوا البطوله السنه دي، واغلبيه لاعبنا شباب، اغلبيه اللعيبه بتاعت المنتخب شباب وبتلعب في الدوري المحلي. طبعا بعد التصريحات دي الدنيا اتقلبت، الدنيا اتقلبت. وفي تصريحات تانية، يعني الناس شافت جزء، في ناس المشكله في ايه؟ المشكله هفهمك بالراحه كده واحده واحده. المشكله في ايه؟ المشكله ان دي تصريحات قالها لما كان في معلق كده بيساله، في المذيع بيساله بالانجليزي بعد الماتش، اللي هي كانت جوه ارض الملعب في ستاند كده موجود وهو واقف وراه وبيتكلم. النوع التاني شاف حاجه تانية، ان صلاح لما كان ماشي في الطرقه بتاعه الخروج من الماتش تقريبا، والصحفيين بيهزروا معاه بيقولوا له طب اعتبرنا صحفيين، اعتبرنا صحافه من انجلترا، اما صلاح ردد عليهم قال لهم يا جماعه انجلترا دي انتوا بتشوفوني بتكلم معاهم، انا هناك قلت تصريحتين قعدوني دكه، انت عايز تقعدني دكه هنا كمان؟ ما تسيبوني في حالي يا جدعان. ده حاجه وده حاجه. في ناس شافت ده فقالت ان الاولاني كسب وما حصلش، وفي ناس شافت التاني وفي ناس شافت التاني بس قالت الاولاني كده ما حصلش، وفي ناس شافت الاولاني فقالت ان التاني ده كده ما حصلش. طب يا جماعه بالاخر الاتنين حصلوا، سواء الاولاني سواء التاني، بس التوقيتين مختلفين. واحد الاولاني اللي قال فيه ان منتخب مصر مش مرشح، وان منتخب اغلبيته محليين، مش هقول اكتر من كده ده، وان منتخب بنين منتخب قوي وما كانش فيه اي فروق فنيه، وان اسمه ايه، قالت ايه تاني باين، ما فيش اي فروق فنيه باين، وقال ان ما منتخب بنين احنا بس كنا بدنيا احسن منه عشان كده كسبنا الماتش. فالناس بقى خدت الكلام ده، قالت لك بس اولا ده بيذم في حسام حسن ان ما فيش فنيات ولا في نيله، الا على راي ممدوح نصر الله لما قال لك لا تكتيك ولا نيله، اللي يعرف يعمل حاجه يعملها وكل حاجه ما وبيجروا وخلاص في الملعب. فناس قالت ان ده اولا ان هو ايه، بيتكلم ان حسام حسن ما عندوش تكتيك خالص. واما بقى طبعا الجزء الاولاني من التصريح هو الكارثه الكبيره لما قال لك ان اغلبيه اللعيبه عندنا شباب ومفيش اسمه ايه ده، مفيش عندنا اصلا كل اللعيبه بالدوري المحلي. فطبعا الناس قالت لك انت بتتريق على المنتخب بتاعنا. وناس تانية طلعت على تيك توك بقى والحاجات التانية يقول لك اسمه ايه ده انت جلنف وبتقول كلام وخلاص، ده انت اسوأ لاعب في البطوله. بصوا يا جماعه، اتحاد الكوره كان تقريبا حماد الشربيني اللي هو عضو اتحاد الكوره قال لك يا جماعه ما تقلقوش، هو ومصطفى ابو زهره تقريبا قال لك احنا دلوقتي الاعلام الظهور الاعلامي مدروس ومحسوب. طبعا ده اتهفتش ومنسق مع اتحاد الكوره وكل واحد عارف هيقول ايه. طبعا ده فتش، لان لو الكلام ده زي ما هم بيقولوا كانوا طلعوا ردوا بشكل صريح على التصريحات دي. ولكن ده حماده الشربيني طلع يقول لك يا جماعه لا هو اكيد ما انا ما شفتش التصريحات دي، انا مش فاهم ازاي، ولكن يعني هو اكيد ما يقصدش، هو كل اللي يقصده ان هو يشيل الضغط عن عن اللعيبه وعن المنتخب. طب يا جماعه، هل احنا في وقت دلوقتي ينفع نشوف واحد بيذم ده وده بيذمش، ده بيشتم؟ لا، ده ما احنا مش في وقت الانقسام ده خالص خالص. ايا كانت نية صلاح كده كده بيلعب قرفان مع المنتخب من 2000، اقول لك بالظبط من ايه، من ايام كيروش. صلاح بيلعب من 2022 البطولة بتاعت افريقيا بتاعت 2022 وهو بيلعب قرفان. هو صح اتغير، صلاح 2018 يا جماعة ده انسوه، صلاح 2018 انسوه، 2018 فما قبلها انسوا صلاح ده بالظبط. 2019 لغايه ما خد دوري ابطال اوروبا، و2020 خد الدوري الانجليزي. من بعدها صلاح بقى حاجه تانية خالص، اتغير صلاح، اتغير، ما بقاش هو صلاح اللي انتوا عارفينه. فمن ساعتها الخمس سنين اللي فاتوا دول او الست سنين، دلوقتي احنا في 26، انسوا بقى فكره صلاح القديم وصلاح الوطني وصلاح مش عارف. صلاح بيحاول بكل الطرق ان هو يكسب كل حاجه باقل مجهود. لما بتبقى في حاجه مش عاجباه، هو التصريحات اللي قالها دي انت ما تقدرش تحدد نيته، ما تقدرش تقول صلاح نيته ان هو مش طايق المنتخب ولا طايق المدير الفني ولا طايق اي حد وقرفان ومش عارف. يقول لك اغلبيه اللعيبه الشباب، مين اللعيبه الشباب اللي في الفرقه؟ مفيش ولا لاعب شباب في الفرقه. حسام عبد المجيد اللي عنده 23 سنه بس كده تقريبا، مفيش حد تاني. محمود صابر تقريبا 24 او 25، ابراهيم عادل ده 26 سنه. مفيش حد صغير في الفرقه، مفيش، كلهم كاسرين 30. مفيش خالص، مرموش 26. بس كده، بقيه الفرقه كلها كبيره في السن.
فانا مش فاهم هو جايب منين كلمه في لعيبه صغيره في المنتخب دي، انا مش فاهمها اصلا، مش فاهمها. محمد شحاته تقريبا، هم 3 4 لعيبه اللي مش صغيرين بقى، اللي انت بتتكلم اتنين مثلا 23 ولا 24 سنه و25 26، فهو ده اللي بالنسبه له لعيبه صغيره في السن، ما فيش لعيبه صغيره. فبالتالي ادي اول جزء من التصريح عباره عن فتش. الجزء الثاني لما قال لك ايه، اغلبيه اللعيبه بيلعبوا في الدوري المحلي. طيب بصوا يا جماعه، نمسك التصريحين نفصصه واحده شويه، واحده. اولا اللعيبه اغلبيه منتخب مصر لعيبه شباب، ده فتش، لان مفيش لعيبه شباب في المنتخب اصلا، تمام؟ فده معناه ان هو فعلا مش قصده حاجه، فاهمني؟ ده مش قصده حاجه، هو فعلا في الجزئيه دي بيشيل الضغط من على اللعيبه انهم شباب ومش عارف ايه ومفيش حاجه. فده معناه اول حاجه ان هو فعلا نيته كويسه. الحاجه الثانيه، انتوا عارفين ان انا امبارح او فيديو امبارح انا كلامي كله على صلاح كان انتقاد بحت مع شويه يعني ايه كلام كويس. النهارده انا ما بعرفش اطلع بوشين، انا بقيم موقف بموقفه او حاجه بحاجه. طيب الحاجه الثانيه لما قال ان اللعيبه اغلبيتها في الدوري المحلي، طب يا جماعه احنا هنضحكوا على بعض؟ ما الدوري المصري ده حاجه زي الزفت خالص، لا فنيات فعلا ولا اي حاجه، واللي بيعرف يدافع هو اللي بيكسب احنا هنضحك على بعض يا جدعان؟ هنضحك على بعض؟ فكرني اخر فرقه نزلت قدام الاهلي في الدوري وهجمت. لو الاهلي في حالته، احنا مش هنتكلم بقى الاهلي ضايع او الكلام، هنتكلم في الاهلي كطبيعي كحالته. فكرني فرقه واحده لعبت الاهلي وضغطته، مثلا عملت ضغط عالي، عملت هجمات، عملت جمل، مش عارف، مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. كله بينزل خايف من الاهلي، محدش بيهاجمه، محدش بيفكر يباغت، محدش بيلعب جمل. الفرقه الوحيده اللي بتلعب كوره حلوه هي سيراميكا، غير كده مفيش. وبرضه قدام الاهلي بيدافعوا، وبرضه قدام الاهلي بيخسروا. يا اخي ده كل الفرق كسبت الاهلي في كاس الرابطه الا سيراميكا رفضت انها تزعل الاهلي وخسرت 1-0. فهي ده، فلا طبعا ما فيش الكلام ده. فكلامه صح، الدوري المحلي زفت، واللعيبه اللي طالعه من الدوري المحلي هو متضايق منها، مش متضايق منها، هو متضايق من سوء الدوري المصري. هقول لك ليه. انت مش معاه جوه في التدريبات، انت ما بتتفرجش عليه في التدريبات. ده يا جدعان ده كانوا جايبين صور واللعيبه بتنطق الكوره مش عارفه تنطقها في المنتخب، انت فاهم؟ فانت مش قاعد معاهم وشايف الموضوع. اقول لك مين بالظبط جاب اللي يقصده صلاح؟ احمد عز اللي هو المحلل، اكيد الناس كلها عارفاه، كان جايب لقطات وهو مع نصوحي عن تقريبا ماتش مصر وجنوب افريقيا، حاجه زي كده، او مش عارف مصر وزيمبابوي، لما زيزو كان قدامه كذا لقطه ان هو يباظي ويودي سواء صلاح او مرموش انفراد، وما كانش عارف، وعك الدنيا، وده بياخد 100 مليون في الاهلي، وكان جاي له عقد ب6 مليون يورو وحاجات كده. هو براند، اسم زيزو براند بتبيع بيه وخلاص، فاهمني؟ فهو عارف ان اوريدي مفيش كوره في الدوري خالص، وانت عندك مفيش كوره خالص، انت فاهمني؟ فبالتالي هو كلامه صح وكلامه ما يزعلش. يعني الجزء الاولاني من تصريحاته كان بيشيل الحرج او الضغط من على اللعيبه وعن المنتخب بشكل عام، عشان ما يبقاش فيه التركيز بالمنظر ده عليه، لان كان كل الناس اللي بتتكلم على ان مصر هتكسب 5 و6. فقام هو بقى في الجزء الثالث من تصريحه قال لك ايه بقى؟ قال لك ما فيش فروق اصلا فنيه بين المنتخبين، ومنتخبين جامدين، وما فيش حاجه اسمها منتخب قوي منتخب ضعيف، دلوقتي بقت افريقيا كلها زي بعضها، واحنا بس عشان بدنيا كنا احسن منهم كسبنا. ده ليه قاله؟ عشان يبقى نفس، طبعا ده كذب وفتش، بلاش كلمه كذب دي كبيره يعني، وطبعا ده فتش واي كلام، لان باين منتخب بنين ده ما عندوش كوره خالص، بس انت للاسف ما عندكش كوره برضو، لان انت ما عندكش مدير فني، فبالتالي فاهم انت، ما انتوا الاثنين زي بعض فعلا، فاهمني؟ فليه هو قال الكلام ده؟ عشان حسام حسن هيقول الكلام ده كان بعد منه، وفعلا قاله في المؤتمر الصحفي ان افريقيا زينا دلوقتي ما فيش فروق فرديه كبيره والكلام ده كله. ازاي ما فيش فروق فرديه؟ لما هو ما فيش فروق فنيه كبيره، نيجيريا ليه كسبت 4-0 امبارح؟ ما بالعقل يعني. الكاميرون ليه كسبت قبلها جنوب افريقيا اللي هي كانت سحلانه 2-0؟ انت فاهم قصدي ايه؟ وعايز اقول لك جنوب افريقيا كانت سحلانه ولا نيله، احنا اللي ما كناش عارفين نلعب كويس. امام عاشور راح بكام كوره، محمد شحاته في اخر الماتش الكوره اللي بدل ما يبقى زي امام عاشور اما مش شايطها في ايد الجول.
في حاجات كتير قوي بتبين اللي انا كنت دايما بقعد اقوله، ان انت ما عندكش مدير فني يعلم اللعيبه ازاي تطلع بالكوره وازاي تلعب صح المرتدات، وازاي طالما انت بتقدم كوره دفاعيه فانت لازم تعلمهم المرتده تتقدم ازاي، وازاي توصل الجون، من ازاي توصل مرمى الخصم باقل عدد ممكن من التمريرات وبكتله واحده، علشان لما الكوره تتقطع منك لو الهجمه ما كملتش ازاي تعرف ترجع تدافع تاني. دي خطط يا جماعه وقصه المفروض تتعمل. حسام حسن ما يدراش بيها، لان هو اصلا كمدرب هو على قده خالص خالص خالص، فاهمني؟ ومش هو لوحده، اي مدرب جاء يعني رضا عبد العال بيقول لك ده فيتوريا كان بيلعب كوره احسن من كده. اي كلام، اي كلام، اي كلام يا جدعان. موسيماني لما جه الاهلي وقالوا له انت ليه بتدافع وما تلعبش كوره، قال لهم ايه؟ لما تجيبوا لي ميسي وكريستيانو ابقى هاجم. ولما كيروش جه مسك المنتخب وبس اسمه ايه ده، كان محمد شريف وقفشه كانوا ساعتها يعني لعيبه تقيله، قال لك ايه وكانوا في قمه مستواهم يعني ساعتها، قال لك ايه؟ قال لك محمد شريف ده ما ينفعش مهاجم وقفشه ده ما ينفعش يلعب كوره. وبعد كام سنه ولا 2 اتاكدنا من كلامه. فهي الفكره كلها في كده يا جدعان، انت ما تظلمش الراجل بشكل اللي هو عفوي ونرفزي بالعقل. دخل كلام اللي هو قاله في المخ كده، وانت هتعرف ان هو ما قالش حاجه غلط، كل كلامه اللي قاله مظبوط. هي الناس بس بتتكلم ان هو كلامه كان فظ قوي ومش وقته، لكن ده لا، هو بيعمل كده اولا عشان يشيل الحرج فعلا عن المنتخب، وعلشان يساند حسام حسن في التصريحات اللي هو عارف ان هو هيقولها بعد الماتش. صلاح عارف حسام حسن هيقول ايه، محمد صلاح ذات نفسه عارف ان حسام حسن كتدريبيا على قده خالص. فهو الراجل بيحاول يلم الدنيا، يعني هو بيحاول يلم الدنيا، ده غير مستواه اللي هو شخصيا واقع وراح في داهيه من اول الموسم سواء مع ليفربول او مع المنتخب. بس هي ماشيه معاه وهي ماشيه بالبركه والدنيا حلوه اهي وعمالين نكسب، فاهمني؟ فتمام خلاص كمل، طالما ماشيه كده بالحب كمل. فهو بيحاول يلم الدنيا علشان نوصل لاقصى حاجه في البطوله دي، يمكن ربنا يكرمنا وناخدها، فاهمني؟ فما حدش يقسى على التصريحات دي، لان هو بيقولها بشكل عفوي عادي. وبعد الماتش وبعد وهم خارجين من الاوض والصحافه بتساله قاعد بيهزر معاهم، فعارف، فماشيه هي كده، هي خلاص، هو الجو الالفه والحب وكله بيحب بعضه وبيهزر مع بعضه، ده حاجه كويسه. فسيبوها ماشيه يا جدعان زي ما هي، والتصريحات دي ما تدققوش عليها وفككوا خالص، ركزوا بس على الماتش، اتفرجوا على الماتش وبس. طيب ده بالنسبه للجزء الاولاني من الفيديو. طيب ايه الخبر الثاني؟ الخبر الثاني رد فعل حسام حسن بعد طبعا الكارثه اللي عملها الشناوي في ماتش ايه؟ في ماتش بنين. طبعا الباص السيء اللي بصاه ولا حد ضغط عليه ولا اي حاجه، اللاعب كان لسه هيجي عليه بس الشناوي تقريبا خاف فقام ايه؟ مطلعها اي حاجه، مع ان كان في الناحيه الثانيه لاعب ممكن يبصيله، ولكن مش مشكله. طيب بعد الماتش طبعا الشناوي كان خايف وقلقان ومتضايق. طبعا خايف ان هو يتحاسب على غلطه زي دي انه ما يلعبش تاني. وطبعا لو انت جيت الماتش الجاي لقيت الشناوي مش واقف وشوبير هو اللي واقف، كل المصريين هتتبسط. وهو عارف النقطه دي كويس، حسام حسن عارف النقطه دي كويس، ومحمد الشناوي عارف النقطه دي كويس. ولكن في حاجه الناس كلها مش واخده بالها منها، حسام حسن ما ينفعش يخسر الشناوي، اولا عشان كبير في السن، ثانيا قيمه وقامه في المنتخب واللعيبه بتخاف منه وبتحترمه. الحاجه الثانيه ان الشناوي لما بيبقى في المستوى بتاعه، مفيش حارس مرمى في منتخب مصر حاليا او مفيش حارس مرمى في مصر لما بيبقى فايق ورايق كده ويلعب حلو يعرف يجيب المستوى بتاعه كحارس مرمى، مش كبقى بيلعب برجله، كحارس مرمى يقف يصد الكور بايده، بيبقى اخطبوط حرفيا. فحسام حسن بعد الماتش راح للشناوي وقال له ما تزعلش، مفيش حاجه حصلت، عادي، يعني افضل حراس في العالم بيغلطوا غلطات زي دي، بس اللي حصل ده يعلمك ان انت تتعلم من الغلطه دي وما تكررهاش تاني في الماتشات اللي جايه. ولكن وحضنوا بعض وسلموا على بعض وكله تمام. ولكن بعد ما انفضوا، يعني هو راح الشناوي بقى راح يغير وكده، وحسام حسن راح يتكلم مع الجهاز الفني. الجهاز الفني كان قلقان، فقال لحسام حسن الغلطه دي لو كانت قدام منتخب كبير
انت ممكن ما تعرفش ترجع في النتيجه وتطلع من البطوله، ومين اللي هيشيل؟ انت اللي هتشيل. فالجهاز الفني لعب في دماغه ان لا، شوبير هو اللي المفروض ياخد الفرصه من اول الماتش الجاي. ولكن في نفس الوقت حسام حسن خايف وعايز يفضل مثبت الشناوي. خلينا نتكلم بالعقل، وبصراحه القرارين هيشيلهم حسام حسن. يعني لو شوبير نزل وما عملش حاجه، الناس هتمسك وغلط ودخل فيه جوان، الجماهير هتفضل تقول طب ما كان الشناوي ماشي، هو الشناوي بيمشي في الضغط، انت ليه مشيته في ماتش، ليه ما بدلته في الماتش اللي هيبقى فيه ضغط ولعبت شوبير في ماتش فيه ضغط، وسايب ماتش زي بنين ده كان المفروض تلعب فيه شوبير وتريح فيه الشناوي برده عشان كان ماتش سهل لعبت فيه الشناوي، وهتلاقي كل الناس ايه بتهاجمه. طيب نزل الشناوي والشناوي غلط، هيقول لك طب ما انت كان المفروض تقعد الشناوي، بص انت عملت. ففي كل الحالات حسام حسن عارف كويس ان هو هيتهاجم سواء كده سواء كده. فطالما كده هتهاجم وكده هتهاجم، اعمل اللي يريح قلبي ويريح لي دماغي، وفي نفس الوقت ما اخسرش لعيب كبير زي الشناوي. بنسبة 99% و9 الشناوي هيبقى اداري كبير في النادي الاهلي على مدار السنين اللي جايه، سواء هو او محمد هاني. وافتكر اللي انا بقوله لك كويس، الاثنين عقليه النادي الاهلي، الاثنين شغل اداري، يعني الاثنين هم اشتغلوا كل ده عشان يشتغلوا شغل اداري قدام. افتكر كلامي كويس، الشناوي، علي معلول، محمد هاني، الثلاثه دول هيتجابوا اداريين في النادي الاهلي. فاهم قصدي؟ فبالتالي حسام حسن مش عايز يخسر حاجه هو عارف انه قدام هيحتاج لها، ممكن يحتاج لها كدعم ليه بقى. لو افترضنا مثلا ان حسام حسن ده فضل مكمل كمدرب لمنتخب مصر 10 15 سنه قدام مثلا، فمن الوقت ده هيكون الشناوي مثلا، الشناوي ولا محمد هاني ممكن يكون رئيس للاهلي ساعتها، فيبقى ما يخسرش دعم رئيس الاهلي ساعتها. فبرضه هو الراجل هل هتقدر تقول لي انت بتقول اي كلام، بتقول هبد؟ اكيد بقول اي كلام، فاهم؟ لا بس اكيد الشناوي، يعني الشناوي ومحمد هاني شخصيه عاقله ومحترمه، وانا اكيد ابقى مبسوط ان هم يبقوا اداريين في النادي الاهلي. ولكن انا بكلمك على نقطه ان هو مش عايز يخسر لعيب كبير زي الشناوي. فعلى ما اعتقد ان الشناوي هيكمل عادي، وان الغلطه دي عادي غلطه وعدت، لان الشناوي برده شال كور حلوه في الماتش، الانفراد بتاع الولد بتاع منتخب بنين المهاجم ده، فبرده ايه يعني الشناوي برده ما هوش وحش، ما هو وحتى الكره اللي دخلت جون هو عمل تراي عليها على فكره، يعني هو حاول عليها، وهو مش يعني كره زي دي في حراس بيسيبوها، او في حراس ما بيعرفوش يشيلوها، لكن هو شالها، هو عمل عليها تراي وجابها من جوه شالها، فاهمني؟ ولكن ياسر ابراهيم غلط غلط مع الراجل، فالراجل دخل دخلها جون، لكن عمليا هو شال الكره، بس ما فيش حد نظف بعد منه، شال الكره ورا منه. يعني لو في حد كان يعني مستنصح وشال الكرة، كانت الكرة دي عدت عادي وكسبنا الماتش من غير اكسترا تايم ولا اي حاجه. بس فهو الشناوي غالبا هيلعب اساسي. بس كده في بقى حاجه ثالثه، الماتش اللي مصر هتلعبه مبدئيا، مصر هتلعب السبت اللي جاي ده على طول يوم 10 هيبقى موافق 9/10 كمان 3 ايام يوم السبت. تمام. الماتش علشان الناس عايزه تعرف مين الخصم بتاع منتخب مصر في الدور الربع النهائي. طيب الدور الربع النهائي اهو، ماتش النهارده يا جدعان، النهارده ما بين كوت ديفوار وبوركينا فاسو، اللي هيكسب من الفرقتين دول هو اللي هيلعبك. وهي دي الخريطه عامه بتاعت الماتشات اهي. انت اهو مصر وبنين، انت كسبت فبقيت هنا في ربع النهائي. تمام. هنا ربع النهائي خلاص، مالي والسنغال هيلعبوا بعض، فانت هنا هتبقى كوت ديفوار وبوركينا فاسو هيلعبوا بعض، هيجوا هنا، فيبقى هيجي واحد فيهم هنا، غالبا هيبقى كوت ديفوار. فانت منتخب مصر هيلعب كوت ديفوار، كسب هيروح نص النهائي، وهنا غالبا السنغال هتكسب مالي، فانت هتلاعب السنغال في نص النهائي، فاهمني؟ الناحيه الثانيه هنا الكاميرون وجنوب افريقيا، الكاميرون كسبت كده كده فخلاص بقت هنا، والمغرب وتنزانيا كده كده المغرب كسبت تنزانيا، فهنا هيبقى الكاميرون والمغرب. الناحيه الثانيه هنا الجزائر والكونغو، انا برشح الجزائر الصراحه، وهنا نيجيريا كده كده كسبت، فهتلاقي هنا الجزائر ونيجيريا. طيب مين اللي هيكسب في الجزائر ونيجيريا؟ ده ماتش انا ما اقدرش اقول لك عليه الصراحه، الاثنين جامدين قوي، والاثنين نفس لون الاعلام، فاهم؟ ازرق واخضر واخضر وابيض، وده اخضر وابيض. هنا الكاميرون والمغرب برضو ما اقدرش اقول لك مين، لان الكاميرون كانت بتلعب كوره حلوه قوي الصراحه.
هنا انا اتمنى الصراحه ان مصر هي اللي تتاهل للنهائي وتكسب السنغال وتكسب كوتيفوار، ده تمنيات، وربنا يكرم ويقدم اللي فيه الخير باذن الله خير ان شاء الله، يعني ربنا يكرم ونتاهل للنهائي. بس كده، دي كانت حلقه النهارده، اتمنى كل حلقه عجبتكم، لو الحلقه عجبتكم ما تنسوش تشيروا لايك الفيديو واشتركوا في القناه، اشوفكم في الحلقات الجايه وسلام.